السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسني من قناة بيراميد زاوية، وحشتوني جدا جدا. إن شاء الله تكونوا بخير يا بيراميد زاوية. تابعتوا طبعا النهاردة مباراة بيراميدز وطلع الجيش. مش عارف أبدأ لكم منين ولا منين. أول حاجة خلينا نتكلم عليه هي التغيير في التشكيلي. حضرتك أنا بلعب بتشكيلة، وقلت لك 500 ألف مرة بلعب بتشكيلة ثابتة. بلاتي توري، مهند لاشين، قطة. تمام. جيت حضرتك شلت لي بلاتي توري، مش عارف اذا كان في مشكله. رمضان صبحي كان منزل ستوري وبيتريق فيها بيقول لي مش عاجبك لعبنا ما تلعبش معاني. الكلام ده اكيد بلاتي توري، لان فجاه بلاتي توري طلع برا التشكيله خالص، فجاه كده من غير مقدمات ولا اي حاجه طلع برا التشكيله خالص. طب حضرتك طلعت لي بلاتي توري برا التشكيله، هل انا عندي لاعب خط النص افتوق لي بلاتي توري؟ ما فيش. نزل لي ابو التفانين بنوتي. هو ابو التفانين بنوتي نزل عمليه ولا حاجه. ما فيش شكل البيراميدز. شوف محمود صابر اللي عملنا حلقه عليه وقلت لك مشاكل محمود صابر هي ان هو متسرع. اهو رمضان صبحي متسرع، رمضان صبحي ياخذ الكره ويجري زي محمود صابر. هل بيجري اللي معني؟ لا. بيسلم مصطفى فتحي هو الشيبي. دول اثنين اساطير، اساطير اثنين فاهمين بعض، وهذا خذوا كور وتحركات بين الخطوط. دي ناس لعيبه كوره فاهمه بعض. انما رمضان صبحي لا هو رابط مع قطه، ولا رابط مع مهند لاشين، ولا رابط مع ابراهيم عادل. وحده ما يلعب في الملعب. تجيه كرة قدام الجون سدد يا عم، لا ما فيش تسديد. انا رمضان عاجز، مش بيسدد. رمضان ده عاجز خالص، ما بيسددش، مش هيسدد. وعارف. طب من يوم ما اشتغل بيراميدز سدد كم كرة؟ سدد كرة واحدة والله، خبطت في العارضة. عارف كان قدام مين؟ قدام طلع الجيش برضه. تسديدة واحدة في تاريخه من يوم ما جا معاني. فيش تسديد، فيش غير حنكشي والكعب. عمل كعب النهارده القطعة تردت علينا. ده خط نص، ده لاعب خط نص يعني. خط نص فريق هينافس على كل البطولات. خط نص عاق. رمضان صبحي خلص كورة، رمضان صبحي مخلص كورة. قطة النهارده نزلت الناس. عاد في ناس خلي بالك بتشجع بيراميدز بس مش عايز اغلط لان مخها فيها فقوس من جوا. لما يجي يقول لي رمضان مين اللي تقارنه بقطة؟ ده قطة ده ما يجيش حاجة في رمضان صبحي، ما يجيش حاجة. ده اثنين في خط النص النهارده. مين قطع لك كور؟ مين قطع الكور؟ قول لي. قطة. مين سدد اربع تسديدات على الجول؟ قطة. مين في كل الملعب شايفه؟ قطة. في رمضان، في رمضان. اقول لك رمضان فين؟ لحد خط نص طلع الجيش، لحد خط النص الثاني. بس هذا رمضان. في جملة، في اساس. لا، الناس اللي بتقارن قطة برمضان انا هفهمك. ما هو انت لازم هي لازم تعوز واحد يفهمك، المفروض تفهمها هي وطاير. بس انا هفهمك. قطة ليه مش زي رمضان؟ لان قطة دي ولي النادي من قطاع الناشئين. بيراميدز ما دفعش فيه جنيه. جنيه ما دفعش في قطة. فاهمك؟ دي اول نقطة استوعب على طول دي. قطة دي ولد رمضان صبحي. عيل صغير قطة، صغير عمره قطة، لسه ما خدش تجارب وخبرات، ما راحش دوري انجليزي قطة. ده هو اول فتح عينيه على زيت. ومن زيت جالك انت؟ ومش فتح عينيه، ده انت طلعته اعاره لزيد. هو جالك انت ولعب معك اساسي، ثبت نفسه. فهمت حجم المستوى قد ايه؟ دي لاعب لسه بيتكون عندي، لسه هياخد خبرات عندي، لسه هيشرب كورة عندي انا بيراميدز. فاهم؟ انما الثاني دي انا دافع فيه 120 مليون جنيه، جايبه جاهز، فاهم كورة، شارب كورة، جاي يعمل لي اسيستات ويسجل لي. يلي بتقارن لي، يلي بتزعل لما اقول قطة افضل من رمضان صبحي، قطة افضل من رمضان صبحي، قطة ده ناشئ وبالاداء دي. انما ده جاي جاهز. يعني ده اللي جايب اسيس. ما تجيش تحكي لي انت تقول لي شوف رمضان صبحي عمل عمليه في الملعب ومسيطر ومعي باص ازاي. ده كلام هاكس. دي انا جايب لاعب حاسم، لاعب حاسم. كيفن دي بروي في مانشستر سيتي جايب 6 اهداف وسبع اسيستات، ما يقولوا عليه لاعب فاشل وبيدور على غيره. انا ماليش دعوه بيه، ماليش دعوه بخط نص فاشل. رمضان صبحي لاعب فاشل، رمضان صبحي مخلص كوره. هتغنوها هنغنوها، هتفضلوا تقولوا هنفضل نقول. رمضان صبحي مخلص كوره. مفيش اداء. تحلمش مش هيرجع تاني خلاص. هو خلص كوره عندك على كده. هو يا باشا خلص كوره، ده هو اكتفى. اللاعب نفسه مكتفي. حتى ما فيش
ما فيش حراره عنده ولا اي حاجه، لا بيروح يتكلم مع الحكم، كل لمساته بكلام مع الحكم. برضه دور المظلوميه ودور اللي احنا مظلومين. الحكم النهارده، الحكم ده اقسم بالله اكثر حكم يخوف. ده قسما بالله اكثر حكم يمكن جه على بيراميدز في تاريخه الحكم دي، محمد معروف. فاكر طرد عبد الله السعيد قدام فيتشر؟ تنساه انت، بس انا افتكره لاني مريت بكل المواقف الزباله دي. فاكري؟ هو الحكم ده اللي كان طارد عبد الله السعيد، وبدا اللعب وعبد الله السعيد في الملعب. بس النهارده الحكم دي اديت عزم سلام، اديت عزم سلام، لانه ما جاش علينا ولا عليهم. ما جاش علينا ولا عليهم. اداء زي اداء، اقول لك ايه، فيش غير رمضان صبحي راح يتكلم. يا عم العب، العب، انا العب اللي جابك يا اخي. العب يا اخي، كرهتنا يا اخي، ونسيبك لهبل الثاني اللي طالع لي في كل القنوات ده. كرامي الكبير ولا الصغير ولا حرق ابوه كمان الثاني طالع لي في كل القنوات. رمضان اتمنى يرجع لاهله. ما خذوا غور بيه، خذوا غور بادائه بزفته ده. راجل واحد تعب نفسيا يا راجل. يا راجل يا راجل يا راجل، قاعد قدام راجل مستني يعمل اي حاجه، اي حاجه. والله ما فيه، والله ما قادر، والله مخلص، مخلص. يعني حاجه يا اخي، حاجه تعب، حاجه قرف. سبحان الله يخلص الموسم ده ونخلص من يتر امه يا اخي. تروح يا عم الحج لمين بعد جديد؟ رمضان صبحي. محمد حمدي النهارده يا رجاله بيديني انا 7/10. راجل يا محمد يا حمدي، مش عشان الهدف، فوز في الهدف، بس الاداء. محمد حمدي النهارده شغال، وابراهيم عادل شغال مشغل. ابراهيم عادل شوف لما محمد حمدي بقفايك، شفت ابراهيم عادل نص مستوى ابراهيم عادل، وتقابله بنص مستوى محمد حمدي، بتبقى جبهه بالنار الناحيتين. نبقى انا عندي الجبهتين نار. فاهم؟ محمد حمدي النهارده اداني اداء 7/10. ذكر يا محمد حمدي، نشد بيك، الحق زعلش، اديت يا باشا كويس 100%. كريم حافظ يعتزل. لا، بعد المباراه دي انا من رايي كريم حافظ ده يعتزل خالص. كريم حافظ ده انتهى كرويا. كريم حافظ 3 4 كور ايدي. مالك يا كريم حافظ؟ مالك عبيط انت ولا جيت تهوس حدانا ولا ايه يعني؟ انت فاكر نفسك في نادي منتصف جدول توقف الكره وتوقع 3 4 مرات تبصيل اللي طلع الجيش؟ مريض انت؟ مش فايق يا اخي؟ غور يا اخي، ما تجيش من بيتكم. لاعب عاق 4 كور يا راجل، كله بص كورتين في خط النص طلع الجيش. قلت عادي، راح الكرة هناك راح يعرضها وقع. ما بقتش عارف، طب هو الزحلق؟ لا ما الزحلق، فجأة ده لف نفسه كده هو وقع. هذا كريم حافظ. انا بنافس على البطولات، انا بميتين امكم دي بنافس على البطولات. كريم حافظ زي الزفت، رمضان صبحي يضيفوا عليهم هم اثنين، رمضان وكريم حافظ، اثنين زي الزفت. فيستون مايلي لسه في التوهان. شوف، سمعت اغنية انا شارب 3 ستيلا ويجي 8 كمان اي دي؟ هو شارب 21 اي دي. لسه في التوهان فيستون مايلي، لسه في السميلي ما عرفش يتحرك ولا عرفش. مالك نسيت الموسم ده؟ نسيت الكوره في السميلي ولا جبت 5 اهداف وهتريح برضه انت؟ ما انا عايز افهمك برضه. ليه؟ ما انا ما عنديش مهاجمين، عندي مروان حمدي للاسف بينزله. طبعا هو مروان حمدي اللاعب ثقيل فما مقتنعش به المدرب، فبينزله في اخر الدقائق. عندي مهاجمين ثاني ما عنديش، ما كلهم طلعتهم اعارات. لسه انا ما افكر في اخر الموسم ان شاء الله اجيب محمد شريف. طب كان خليت لنا مهاجم من الناشئين اللي كانوا وحداني، لا ما كله طلعته انا اعارات. خليش غير 2 ده عشان حتى لو صابوا 2 يبقى من غير هجوم، احنا ما تقلقش يعني عادي. هنحط لك رمضان هجوم، ما احنا جايبينه برضه ب5 مليون يورو. قلت لك هنا هنلعبوه في كل المناطق ومش هيأدي، بس هنجربه. المره الجايه نزلوا لك بجوينتات يوقف جنب احمد الشناوي. اداء يا باقي الفريق يا رجالي، طلع لي منهم اياه 2 دول. ده انا ليا معاهم عتاب 2 دول. طلع لي احمد سامي العشق بتاعي دي، طلعوا لي على جنب، وطلع لي محمود مرعي. نستلم مين فيهم؟ نستلم محمود مرعي عشان احمد سامي ده يخلي لي التقيل. محمود مرعي يا رجاله نزل بالك ما كانك متقل رجليه تايه في الملعب. محمود مرعي اخبط كدي وهقش كدي. مالك يا محمود مرعي؟ يمسك الكرة ويطير، ها بوم. مالك حبيبي؟ سلامتك حبيبي، هدي اللعب ولعب الكرة على الارض يا حبيبي. 50 كرة شو قدام، مالك يا بابا؟
انت بدافعناش اياك ولا طالع لي في البرنامج انت ما على قناه بيراميدز تقول لي انا بنافس على البطولات وانا فريق جديد اول مره اشوف المنافسه وانا عندي طموح ناخذ البطولات بالمنظر دي. اذا تاخذ حاجه تاني بالمنظر دي عش اقول انا هذا مرعي فوق مش هتيجي عندي وتنسى الكوره كنت في فوتشرت محرات ولا هتيجي عندنا تقلب بسكليتي فوق يا محمود المرعي فوق. ده انتوا اوسخ خط دفاع جا في تاريخ بيراميدز. خط الدفاع الوحيد اللي ما جاش محترم في تاريخ النادي دي. خط الدفاع ده عايز بكوة تكويه كده تقلعهم كلهم وتكويهم كده. خط دفاع اوسخ خط دفاع من كل اللي وقفوا في خط الدفاع ده كانوا اوساخ يا رجل ولا واحد ادي. جيل يسلم جيل زي الزفت من جيل تركي الشيخ الجيل ممدوح اثنين اجيالهم زي الزفت. احمد سامي قال نقعدوا ننصحه كل مباراة يا احمد يا سامي. طب ما عندوش غلط هو ما عندوش غلط والله ما عنده. ما هو هاي الشغلة قسم بالله ما امسك نفسي بالغصب. هاي الشغلة ما هو تزعلش مني في الكلمة. انت لما بتكلم واحد وتسأله في كم سؤال ده ويطلع حمار النتيجة في الاخر انت بتبقى عارف ان هو اياه. اديك قلتي خلاص انت ارتحت من جوا. يعني هو مش هيغير من طبعه. هو احمد سامي دي بهبله وبعبطه جدون شيكا شاف جدون شيكا فقد يتذاكر قال لك لا ده حوت ده يكون عملك ده وعملك ده وعدت الكره من بين رجلي. وليلة ستر ربنا وشريف كرامي كان فايق لي لما مسك هي اثنين قدام جدون شيكا كلفتهم. الهدف الاول بتاع سمير بتاع طلع الجيش. عارف سمير دي قاعد دكي. عارف ليه قاعد دكي؟ ما سجلش ولا هدف سجل فيني. عارف ليه سجل فيني؟ عشان عندي احمد سمو. احمد سموق لعب لي انا مدافع اخرس واطرش وعبي كلهم فيه. قصدي كورتيه اول بسم الله الرحمن الرحيم راح عافس على رجلي الواقف حطيت يدي على قلبي قلت استر استر. جاء الحكم قال يا ابوي ما فيش طرد. قلت الحمد لله الحمد لله. دي البدايه دي بدايه القصيده. احمد سامي بلعت ريقي وسكتني وقلنا الحمد لله ما اضطردش العري. ما هو كده كده عر بس هلعب ناقص. ما اضطردش العره وكملنا لعب. بص يا رجاله قابصي لي الخط نص طلع يد التعبيط ده احمد سامي يد ولهبل يد. انت محمود مرعي يد البص اللي طلع الجيش يد ما عارفينش اللون بتاعنا. احنا ازرق احنا سماوي لوني سماوي مش احمر. ما انتوا فاكرينه في المدرسه هنقول بلادي بلادي تحيا حقه فؤادي خد طلع الجيش. لعيبه عاقر خط دفاع وسخ ما قدرش. ما انا كنادي ما عرفش اجيب لي شويه لعيبه محترمين في خط الدفاع. جيل يسلم جيل كلهم تايهين. محمود مرعي اللي جايبه فوتشر كان يخرج جاي عندنا يبطل كوره. ولا احمد سامي كفايه. احمد سامي كفايه. ده انت احمد ده احتمال يكون مجدد ب5 سنين عشان يجيب لنا الشلل خالص. قسما بالله لو في عادل فيها الكوره دي احمد سامي ده قسما بالله ما يلعب غير في الانديه اللي بتنافس على الهبوط الاسماعيلي والانديه دي. مدافع عر يا راجل يا راجل واحد تعب نفسيا يا راجل. والثاني برضه نزل لي قلت استر يا رب. بس محمود مرعي ممكن نعذروه. هتقول لي ليه نعذروه؟ هقول لك محمود مرعي ما بيلعبش اساسي. استنى عليه 3-4 مباريات وشوف ما كانش مظبوط نظبطوه طلعوا مالتين اللي جابوا. انما العره ده ما يلعب كل المباريات الاساسيه. كل المباريات الاساسيه العره احمد سامي وهو برضه قاعد عري. ما فيش تطور في الاداء. فيش تطور. ادي الاداء اجي اجيب الشلل. احمد سامي رمضان صبحي ويا حبيبي على فاق محمد حمدي قال لك كريم حافظ بقى يفوقونا فوق ده فاق محمد حمدي انا جاي لك شارب نهارتي خبط لك شجرتين وجاي لك مروق لك الدماغ. يعني كريم حافظ زي الزفت ورمضان صبحي زي الزفت واحمد سامي جندلي. مات ربنا يرحمنا من خط الدفاع العارضي ما عرفش. شوف كرامي ناردي كنت عايز اتكلم عن شريف بس عارف الهدف ما يتسالش عنه شريف ما يتسالش لان الكوره عدت من اثنين
واحد طلع عليه احمد، قال سامي، قال طلع، قال مع لاعب، قال طلع. يا راجل ده هو كله جديد، مش عنصريه، اقول لكم عنصريه، انا عنصري عشان نرتاحوا مع بعض. احمد سامي انت قصير كده وجزعي مش هتنفع، انا اعتبروني عنصري. هو الكلام ما بقيش يفيد، بقيش يفيد، واتخنقنا يا راجل. مدافع يا راجل، مدافع ما عارفش يطلع كرة. انا طلع الجيش ياخذ عليها 5 أو 6 انفرادات، عملهمش طول تاريخه في الدوري، من اول ما بدا الدوري والله ما عملهم الانفرادات اللي جو علينا النهار دي. طلع الجيش كان يقدر ينهي المباراه ب 4 و50. ليه؟ عشان عندي واحد رمضان صبحي فيونكا، لاعب معلش اقول الفاظ، لاعب مخلص كوره ومشطب، مرمي لي غصب انا في التشكيله، مرمي لي غصب. ومدافع مخلص كوره، مدافع اثنين دولي، احمد سامي ورمضان صبحي مخلصين كوره يا باشا، دول فينش كوره خلاص. شكرا. خايف قال لي روح الاهلي، يا عم اقسم بالله ما هيعمل حاجه، اقسم بدين الله رمضان صبحي ما يروح الاهلي ما هيعمل حاجه، ولا هيبقى ليه عازي. بن شرقه في الاهلي شفته قدام الزمالك مالطه ده هاو، سيبك من هذا بس مال. يا رمضان صبحي هيروح الاهلي هيعمل ايه؟ ولا حاجه، ما هو معاك هاو، معاك بيقبض بالدولار يا باشا، ما عملش حاجه. اللي مصبرني ومخليني ساكت ان احنا كسبنا، ان احنا كسبنا، بس لا ده ما يطمنش. مباراة الدوري يا رجاله ما عايزاش الشغل ده، يعني ده طلع الجيش، طلع الجيش مش مقدر يا رجل، ما عندوش وجوه يا اخي، والله ما عندهم وجوه. والله والله طب انت مش هديك مشاهد، من اللي سدد علينا الانفرادات كلها ده؟ طلع لي اساميهم جديد والله ما هتعرفها. والله لما دخلت عليهم ما لقيت احصائيات، لقيت لعيبه مأديه خمسه هي ده صفر. كل مباراه طلع الجيش زيرو، اللعبه دي قاعده دكي اللي راحت علينا بانفرادات عشان دفاع عري، دفاع ابن 200 كلب. مدافعين معاهم مخلصين عندهم القلب، اثنين عندهم القلب. والثاني كرم حافظ قال كان يحترف برا، كان ياخذوه ورا مصنع الكراسي برا كرم حافظ. احترافات ده لاعب محترف، ده ما عارفش تايه نازل يباصي ده وباصي ده. مالك يا عمي؟ ما تفوق يا عمي، مالك سكران ولا شارب ولا مالك؟ فرق في اخر الشوط قبل ما نسجل الهدف، فرق ده خالص بيجي مهلهل. مالكم يا حبيبي مالك؟ ده انت في فريق كبير انت وهو. جاء فيك هدف يا رجل، اذا كان شباب بيزعق في الملعب، بيجي شيء اللعيبه يقول لهم اطلع يا عم مالك، اطلعوا يا عم مالك. جايب لاعب من الاسماعيلي اسمه عبد الرحمن مجدي، يحرق ميتين ابوك يا عبد الرحمن يا مجدي. جايب لاعب انا ابن 200 كلب، الشيبي طاير بالكوره يا راجل، وده طاير على الخط. طب طاير على الخط هي الغباء يا راجل، ده الف يعني انت عارفش ينعل ابو القلام يا راجل، عارفش تتحرك، عارفين شو التحرك يعني. انت عبد الرحمن مجدي طاير على الخط، خط اللي طاير عليه يعني، لاعب ضاغط عليه لاعب ومزنوق بالكوره، طير انت على الخط قدام، يعملها لك ازاي؟ ازاي يعملها لك الشيبي؟ هو اللاعب طلع الجيش دي شفاف تعدي في الكرة، ما ترجع يا عمي، ارجع واستلم وسلم زي مصطفى فتحي. ما تعرفش مالكش فيه، مالكش غير في الهجيش والبكيش بتاعك ده بس. عارف نادي كان ممكن يروح ال3 نقاط، عادي كان ممكن يروح ال3 نقاط عادي. مين اللي زعلان؟ قطة اللي زعلان، هو اللي اول بجيبنا الهدف فرحان وبتشال وتنكت على الدكة بس، والباقي قاعد عادي. عادي ما نخسروا يعني، مش معناه ناخذ فلوس والدنيا ماشي. بس المرة داي مش هنضحي بمدرب، قسما بالله الدوري السنة دي ما نخسره، ولا دوري أبطال إفريقيا نطلعوا منه بالسهولة اللي احنا فيها دي. قسما بالله لا هتتحاسب لعيبة كتير، قسما بالله لا تتحاسب لعيبة كتير، والإدارة لا تسمع كلامنا عافي، عشان حرق الدم ده احنا ما عايزينهوش. نازل قدام طلع الجيش 50 فرصة، سدد يا أخي، سدد يا أخي. رمضان بلحي بقى سدد، بقى استرجل كده وسدد، لاعب اساسي يعني انا دوك لما تجيبليش اسيست ولا اهداف، ايه عايزه تمكن امك معاي؟ ايه عايزتها هي؟ عايزتها ان انا اكل مقلب على قناه رياضيه القى نسيبك على اكرام الكبير قاعد لي دي ما عمل لي دي. اتمنى رمضان يرجع لي، لا انا اتمنى من لي. خلا ميتينك على ميتين الاهلي يا اخي، كفرتونا يا راجل.
طلع لي في الاخر زعلان بشيل جديد، على ما يتن امك على لعبك على ادائك زي الزفت. هذا يخوف الرجال والله، ده يخوف. سيبكم من العصبيه، انا بين البنين، بين البنين بس شفت حاجات النهارده ما اشوفهاش. ما ينفعش كده، ما ينفعش. ده احنا الاهلي خرسان والزمالك خرسان والدنيا متسهله، ليه تعقدوها وليه يجي فينا اهداف وليه يطلع 4 انفرادات من طلع الجيش؟ عشان كان خدت 4 كان بقت فضيحه دلوقتي. يعني ما بالعقل ليه تصعبوها علي؟ ليه ما تلعبوش زي الشيبي؟ بموت نفسه الشيبي في الملعب كل مباراه. راجل ذكر ما يلعب بموت نفسه بمباراة. عايز بطولة وقطة، عايز بطولة. اللعبة دي ما تموت نفسي. محمد حمدي النهارده رجع وأدى أداء كويس. كمان مروان حمدي خد له كوبري من لاعب طلع الجيش، وبعد ما خد الكوبري بيدوا الكورة ما طلعش، طيرش. هبطت معنوياته بعد الكوبري. انت متخيل لاعب طلع الجيش ما يدي مروان حمدي كوبري؟ والله اداه كوبري. مروان حمدي بعد ما خد الكوبري ببص حواليه. ده المهاجم المفروض انا هروح اخذ بيه بطولات، مفكر في الكوبري ومستواه نزل في الملعب عشان خد كوبري. انت متخيل؟ ما تعرفش فيه، ما تعرفش. طول ما احنا ما ماشيينش بما يرضي الله مش هيكرمك ربنا. طول ما رمضان صبحي يلعب اساسي على ناس مع تلعب وتأدي وتكسب وتترمي دكي او تحصل معها مشاكل انت ما تعرفهاش، ربنا ما يكرمكش ابدا. تعرف ليه ما يكرمكش؟ لانه ما فيش اداء. عارف يعني ايه مفيش اداء؟ طب ما انا لاعب، انا دلوقتي لاعب اديني مش ملعب، مش مأدي ولا العب، وما نروح في حجز يا عمي ساعه مع بعض احنا كفريق يتوني ما اروح معكم مش مأدي، وما هنخسر كل مره. وانت معك واحد زميلك بيكسبك على طول، كسبك 5 6 مباريات، وجيت انا بخسرك، وانت تعرقت مع صاحبك دي، هتستحملني؟ هتخسر 5 6 مباريات تخسر عادي. هو اللي ماشي داك دي. عشان تاخد بطولة لازم تمشي بما يرضي الله. لازم اللاعب اللي يدي مجهود يلعب، يعني قطة ما يقعدش دكي لأنه بيلعب، مش عشان خاطر رمضان ولا جندل ولا أي زفت فيهم، لا، اللي بيأدي يلعب. رقم واحد عندنا في أداء، في مستوى، أنت أساسي، أنت نجم، أنت تاخد فلوس زيادة. فيش أداء، فيش مستوى، أنت دكي السنة الجاية برا النادي. ده المفروض يحصل، ده في أي نادي محترم ده اللي المفروض يحصل. انما اداء زي ده، لا، اداء زي ده ما اجيش اموت نفسي قدام الاهلي والزمالك. عارف ليه؟ اقول لك ليه. عارف لو خسرت دلوقتي احنا، لو قدر الله خسرنا بيراميدز يقولوا لك ايه؟ هيسكتوا ولا حس ولا خبر، بس هيجوك في اخر الدوري يقول لك ايه؟ لعبت الاهلي وخد ضربة جزاء عليه بالتحكيم، والتحكيم يظلم بيراميدز. هاي الاسطوانه المشروعه بتاعت الزمالك دي، ركز معي، بتاعت الزمالك الاسطوانه دي، اسطوانه التحكيم. لما انا دي خسرت مثلا من طلع الجيش وخسرت مباراتين ما لهمش عاده في الدوري، لا مش هتكلم في دي. انت كده هتتكلم فين؟ يبقى انت هتقول الاداره فاشله واللعيبه فاشله، لا قدر الله ما ينفعش. لكن احنا نجيبه في التحكيم. ويطلع طبعا كابتن هاني دعبس اللي معانا دي، هيطلع يقول لك هاني سحسع، هيطلع يقول لك انه التحكيم الظالم القاهر، يظلمون الزمالك من قبله وياتون من بيراميدز من بعده. ليه؟ لانه ده متخلف، برضه متخلف، حطه من ضمن المتخلفين. مش هينطق دلوقتي على اداء دي والخولنه بتاعت اللعبه دي، مش هينطق. بس هينطق ميتي، هينطق في وقت ايه؟ في وقت لما نتغلبوا بالتحكيم او تحصل اي حاجه فيها شكك، هيطلع لك بيان جديد كده البيان. انما هنخسر من فرق وزق في الدوري ما يتكلمش. خط دفاع عرة زي كده ما يقولش لاعب، يروحش يكلم اللاعب على كده، ولا يعني في اللاعب، ولا يفرض غرامات على خط دفاعي. انا الهزق في الدوري اكتر خط دفاع هزق في الدوري خط دفاعي انا. طلع الجيش يروح ب4 انفرادات، طلع الجيش المفروض ما يشمش الكرة قدامه، المفروض ده 90 دقيقة راكبه في الزنقوه، وفين تاخذ وفين تدي. طلع الجيش بيجي برشلونة قدامه يا احمد اسامه. جيك يومك. الحمد لله على المكسب وعلى الصدارة، وربنا يسترها من اللي جاي، ربنا يسترها من اللي جاي رجالي. آه مش ما تزعلوش شيء، سيبكم من اللي انا بقوله دي، لان انا لازم في لعيبه لازم تعرف حجمها الحقيقي.
رمضان صبحي يا جماعة مخلص كورة، لازم ده اللي يتقال ولازم ده اللي يتفهم. رمضان صبحي مخلص كورة، وإذا شفت رمضان صبحي في أي لقطة قول الراجل ده ما يفهمش. مش في لقطة، تعالى في آخر الموسم يا باشا بالورقة ولا رميت القلم مش مشكلة، تعالى يا باشا بالورقة والقلم وأسجلهم لك وأقول لك يا عم الحاج عمل إيه آخر الموسم رمضان صبحي، وهروح أجيب لك لعيبة وأوقع في الأهلي. مش هجيب لك امام عاشور عشان ابقى ظالم، هو قد امام عاشور 5 مرات، ده امام عاشور 3 مليون يورو احنا جبناه ب5. بس انا هفهمك برضو، هقول لك هذه الارقام بتاعت رمضان صبحي وشارك قدك دي، ومش هحسب لك بالمشاركات. يعني مش هجيب لك امام عاشور ولاعب في الاهلي وفي الزمالك مشارك كل المباريات ما غابش ولا مباراه، لا ده انا هقول لك رمضان صبحي شارك 10 مباريات معانا يا رجالي، وده اللاعب ده مشارك 10 مباريات، وهذا احسن منه. وعلى اللي يتعب نفسه يروح احسن منه، يروح في حرس الحدود. اللي عايز يطبل يطبل، احنا ما بقيش عندنا حاجة نبكي عليه. احنا هنحاسب اخر الموسم وكل واحد هو مرتاح. شكرا لكم، بارك الله فيكم. انا عارف ان انا صدعتكم، بس انتم ما تعرفوش انا عندي النادي ده بالنسبة لي ايه. السلام عليكم.